في هذا الفيديو لدي هذا الأوكسيدون ال40 وهذه بودرة التفتيح أو بودرة السحب أو بودرة ليميش. والمفاجأة في هذا الفيديو هو هذين المنتوجين فاسدين وقديمين ومرت على تاريخ صلاحيتهما 5 سنوات. ولأصحح بعض المعلومات على هذا الأوكسيدون. ما هو الفرق بين الأوكسيدون والأكسجين؟ الأوكسيدون تضاف عليه مواد كريمية وبلسمية معززة تخفف من حدة قوته وضرره على الشعر، لكن الأكسجين أو الماء الأكسجيني أو لو أكسجيني هو ماء سائل صفي نقي ومركز وقوي، نستعمله في مرحلة واحدة، هي مرحلة تفتيح المسامات للشعر الموجود عليه الشيب العنيد، وفقط قليلا من الماء الأكسجيني كافي لتفتيح المسامات العنيدة للشعر. وبعد ذلك نقوم بصباغة الشعر بعد عملية تسمى الموردونساج. الموردونساج، ما هي الموردونساج؟ هي عملية تفتيح المسامات الشعر بالماء الأكسجيني كما قلنا، وهو ماء قوي وفي غالبية الأحيان يسبب التلف وجفاف الشعر، ولا أنصح به بتاتا. هذه العملية لا أنصح بها خصوصا للمبتدئين. لست مسؤول عن الفكرة التي ستأخذها من هذا الفيديو، أنا فقط أجرب هذه التجربة لأكتشف ماذا سيحدث، هل سيكون هناك تفاعل. كما قلت لكم في هذا الفيديو سأقوم ب3 تجارب. التجربة الأولى سأقوم بخلط الأوكسيدون ال40 مع بودرة السحب، كما قلنا هذين المنتوجين فاسدين. والتجربة الثانية سأقوم بخلط الأوكسيدون 30 مع بودرة التفتيح الفاسدة كذلك. وفي التجربة الثالثة سأقوم بخلط الأوكسيدون ال40 مع الأوكسيدون 30 وسأضعهما فقط على الشعر الطبيعي لوحده، أنني سأقوم بهذه التجربة فقط على خصلات الشعر الطبيعية. وعند استعمال هذين الأكسيدين سأحصل على أكسيدون رقم 35%. وللمعلومة هذا الأوكسيدون هو مشتق نفسه من الأكسجين، والأكسجين كذلك لديه درجات لتفتيح الشعر. الماء الأكسجين يمكنه أن يفتح الشعر من نصف درجة إلى درجة ونصف إلى 3 درجات أو 4 درجات. كذلك فيه نفس الأرقام أو المقاييس، كذلك فيه 3% و6% و9% و12%، و12% هي 40%. ومثل مقاييس الأوكسيدنت توجد نفس المقاييس للأكسجين. هيا لنبدأ التجربة الآن وسأريكم ماذا سيحدث للشعر الطبيعي. هل سيكون هناك مفعول على الشعر رغم أن هذين المنتوجين فاسدين، أو ما هي المعادلة التفاعلية التي ستحدث؟ كما قلنا في هذه المواد الكيماوية لا شيء يفنى، لا شيء يخلق، لا شيء يضيع، الكل يتحول، بمعنى المواد كاملة تتحول. وهل سنعتقد أن التاريخ انتهاء الصلاحية الذي يكون في المنتوجات التجميلية هل سيحدث معنا فرق؟ تعالوا لنجرب هذه تجربة استكشافية. النصائح التي سأقدمها لكم هي دائما تفقدوا تاريخ انتهاء صلاحية المنتوجات التي تستعملونها. اشتروا منتوجات ذات جودة عالية للحصول على نتائج مذهلة ورائعة. عدت إليكم أصدقائي من جديد لنكمل هذه التجربة الفريدة والرائعة من نوعها، خصوصا للأشخاص الذين يعملون في مجال الحلاقة ولم يقوموا بهذه التجربة صوتا وصورة. هنا سأقدم لكم ماذا سأقوم به في هذه التجربة. لدينا هذا الوعاء الذي نقوم بخلط فيه المكونات التي نحتاجها أثناء الصباغة، وهنا الفرشاة التي نقوم بالصبغ بها. وأنصحكم هناك معلومة جيدة في هذا، عندما نضع أي مكون نقوم بخلطه بهذه الفرشاة لكي لا تفسد معنا مع الوقت. نقوم بخلطه بملعقة أو بشيء بلاستيكي أو خشبي ليس معدني. كما قلت لكم عندما نخلط المكونات لا يجب أن تكون هناك ملعقة حديدية أو ملعقة من مواد معدنية كالألمنيوم أو النحاس الذي يتفاعل ويطلق جزيئاته وذراته في المكون الذي تقومون بخلطه فيه. هذا
سأقدم لكم في هذه التجربة لدينا هذه الأنواع من الأكسيدون. هناك الأكسيدون 40 والأكسيدون 30 والأكسيدون 20. سأستخدم لكم فقط الأكسيدون 30 والأربعون، وكل هذه المنتوجات كما ترون هي فاسدة. وهذه بودرة السحب أو بودرة ليميش سأقوم بفتحها أمامكم لتروا الدليل أنها فاسدة. وهناك معلومة مهمة، سؤال يطرحه أغلبية المبتدئين: ما هو الفرق بين البودرة البيضاء والبودرة الزرقاء؟ البودرة البيضاء نستخدمها للشعر الخفيف وغير مضرة كثيرا كالبودرة الزرقاء التي نقول لها البودرة الساخنة. والفرق بينهما هو أن البودرة البيضاء لا تضاف إليها أي مواد أخرى. البودرة الزرقاء يضاف إليها اللون البنفسجي واللون الأزرق، ليس كلون ولكنها جزيئات وذرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة تضاف إلى البودرة الزرقاء لتصحيح اللون وتصحيح عملية السحب، ولا نقوم بالعثور على اللون البرتقالي أو اللون الأصفر الساطع أثناء عملية السحب. كما تشاهدون أصدقائي معي الآن، هذه هي البودرة البيضاء الفاسدة. سأستخرجها الآن وستروا هذا بوني كنت أستعمله في السابق، لست بحاجة إليه، لكن انظروا إلى هذه البودرة كم هي فاسدة. هي البودرة البيضاء كما ترون. هذه مثل بقايا الاستعمار. هي فاسدة جدا. هناك رائحة صعبة جدا من هذا المنتوج. واو 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 واو. هذا هو الأكسيدون. شاهدوا كيف أصبح. لا أعرف في الحقيقة التفاعلات التي ستحدث. هناك من يقول أن النتيجة لن تنجح والشعر لن يدخل الآن. كما قلت لكم حسب رأيي الشخصي أنا كنت في أمكاني أن يكون التفاعل، وكنت أقول أنه لا يمكن أن يحمل العالم فنجد نتيجة نهائية. إذا أقول أن هذه التفاعلات التي بين الأوكسيدون كيف يذهب الشعر أثناء وضعها، فنشوف من التفاعل القديم ماذا يحدث بالشعر. تنتهي من رائحة الشعر التي الآن أصبحت ماء ونقصت من الكيمياء والحجم تبع الماء. شيء يفعل الآن مثل الماء. وكما أعرف أكثر لم يصبحوا الخليط أكثر من أثر هذه تجربة مصرية فقط لاكتشاف ما سيحدث الشعر أنه باستعمال الشعر الإنسان الطبيعي. نقوم بإدخال المنتوج جيدا في الشعر وإشباع الشعر جيدا بهذا المنتوج في أي مكان، وطبعا ما يحدث الشعر الذي تجربة موجودة منتوج مع سهل جدا خفيف جدا ليس كامل مار. إنما مع الأكسيدون لا يزال كامل، لكن كل بدأ ينقل بأكسيدون آخر هكذا أصبح المنتوج سهل جدا وخفيف جدا. سأقوم باكتشاف هذه الرصة بهذه الكمية فقط، ونسأل أن نقوم بها الشعر جيدا. يجب أن يكون أي هواء هنا أرى هذه الفتاة إمتى وأرى النتيجة النهائية ماذا يكون الشعر فيها وما سأغير بلاد أي هواء. لا أقوم بأي حرارة أو شيء من هذا القبيل على الشعر، سأتركه يرتاح مدة جدا. هذا هو الأكسيدون 30 فوليوم. هنا لاحظوا جيدا كيف أصبح المنتوج. لاحظوا جيدا. سأكتب بها المقدار. هذه المنتوجين البودرة البيضاء مع أكسيدون 30، وأحاول أجعل الخليط يكون دقيقا بعض الشيء. لاحظوا جيدا. طبعا مع أكسيدون تصبح ماء خفيف وخفيف جدا. انظروا لهذا. أما أن جيدا من الكبيرات وأضع عليه جيدا. هذا الشامبو السيلفر كذلك هو قديم جدا. لاحظوا جيدا لا في هذه الكمية. هذه تجارب اكتشاف ماذا سيحدث الشعر سيكون من التفاعل. سأقوم بإدخال المنتوج إنه ثقيل جدا. نبدأ التطبيق على الشعر. شعر قليل. سأكتفي بهذه الكمية فقط. أتركه كذلك ساعة لأرى ما هي النتيجة النهائية التي ستحدث في هذه التجربة التي قمنا بها. سنشرك الهواء الذي يكون داخل الألمنيوم. نضعه مع الهواء وسنقوم بضغطه هنا كذلك هنا. هذه تقريبا بين حقين من الأكسيدون. سأكتفي بهذا المقدار من الأكسيدون 40. هنا سأقوم بكم
الأوكسيدون الثالث هذا هو الأوكسيدون الثالث. سأقوم بذلك بس الذي يقوم به انظر إلى سنقوم بنسبة الذي ونجرب على 35 سنقوم بهذه التقنين ونضع القليل من الشامبو السيلفر الفاسد كذلك كما ترون إنه قليل جدا. سنكتفي بهذا القدر فقط. جدا فقط جيدا. قوم بهم جيدا. تنبعث من رائحة قوية كأنه يتفاعل شيء يسوي فيه. سنكتفي بهذا القدر من تسألي هذه المواد. إنه سائل جدا خفيف، إنه سائل خفيف جدا. سأقوم بهذا الشغل. سنقوم بإشباع الشعر جيدا بهذا المنتوج لكي نأخذ نضع الكمية الكافية وصنع مدى سيكون تفاعل الشعر. ونبدأ عند جميل جدا عندما يكون المنتوج سائل أثناء الصباغة والشعر مملوء أثناء الصباغة فالصباغة يحرك جيدا. الهواء دائما عملية سحب يقوم بإجراء أنه يتفاعل مع المواد الموجودة بالشعر أثناء الشعر أو أي صبغة أو أي شيء. نقوم بأدخل هذه أو يصرف أي خرج من المنتوج نضرب عليه جيد من الهواء لكي يخرج الهواء ثم نقوم برفعه من هنا. عدنا إليكم من جديد لنرى النتيجة النهائية لهذه التجربة التي قمنا بها مع بعض. الأوكسيدون 40 مع الأوكسيدون الألمنيوم 40 مع الأوكسيدون مع الألمنيوم شامبو السيلفر تقوم باختيارها المائية أو تفاعل الحدث مع الشعر. قمنا بوضعه وحده على الشعر كما ترون. هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها. في الحقيقة الشعر أصبح ناعم جدا جدا عند نفسه. حينما نلمسه أصبح ناعم جدا لا يجوز أي تأثير مع الشعر يزال قوي جدا يستحمل المنتوج الذي قمنا عليه كما تشاهدون. هذه هي النتيجة للأوكسيدون 40 مع الأوكسيدون 30 مع الألمنيوم شامبو السيلفر ونكون حصلنا على الأوكسيدون 35% عند الأوكسيدون 40 مع الأوكسيدون 30. نشوفوا هذه نجربها قليلا ونشوفوا هنا نجربها قليلا ونجربها النتيجة النهائية. هنا مع الأوكسيدون 30 مع البودرة البيضاء التي هي المواد التي استعملناها هي جدا جدا. فما هو النتيجة النهائية كما ترون. لم يحدث أي تأثير أو تفاعل الشعر الذي قمنا به اليوم في المنتوجين الفاسدين عليه كما ترون. الشعر لا يزال كما هو. لا أعرف ما الذي حدث فيه رغم ذلك كان مدة ساعة من الوقت وأكثر من ساعة يعني ساعة و10 دقائق ساعة و15 دقيقة. فكانت سريع. هذه هي نتيجة شامبو السيلفر والأوكسيدون والبودرة البيضاء والبلو فاسد. فنشوفوا هنا التجربة التي قمنا بها هي الأوكسيدون 40 مع البودرة البيضاء الفاسدة وقمنا باستعمال الأوكسيدون 40 مع البودرة البيضاء الفاسدة وكذلك الأوكسيدون كان مدة أكثر من ساعة. استعملنا فقط الأوكسيدون 40 مع البودرة البيضاء. هذه هي النتيجة. سنتركه قليلا لما أن أكثر من المدة أصبح على شكل الماء أصبح سائل جدا جدا خفيف. سنصبغه في النتيجة التي حدثت الأوكسيدون 40 مع البودرة البيضاء. كما ترون النتيجة كما ترون الشعر لا يحمل أي شيء رغم أنه وضعنا عليه مواد فاسدة جدا. الشعر لم يتعرض لأي ضرر. هذا هو الشعر الذي قمنا بالعمل عليه. هو شعر طبيعي. هذا هو الشعر الذي قمنا بالعمل عليه. هو شعر طبيعي وشعر ميت. يعني عندما نقص الشعر من جسم الإنسان يوجد شعر لا يتم به حيوية أو اتصال مع حرارة الجسد أو أي شيء من هذا القبيل. رغم ذلك أنه من هذه المنتوجات الفاسدة لم نحصل على أي تفاعل أو أي تأثير لم نحصل على أي تفاعل أو أي أول لم نحصل على أي تفاعل أو أي تأثير أو أي ضرر على الشعر. كما ترون هي نتيجة الشعر. كل الشعر أصبح كما هو كما كان عليه. كل هذه الخصلات أصبحت كما هي عليه. لم يحدث أي تأثير أو أي ضرر من خلال هذه المنتوجات التي استعملناها. سنشوف من قليلا ونشوفها قليلا معنا ونقوم بتجفيفها ونقوم بتجفيفها بوتر الشعر التشواب وتكون نتيجة التجفيف كما تشاهدون. قد جعلنا من الخصلات جيدا. هذه هي الخصلات التي عملنا عليها كما تشاهدون. هذه هي الخصلات التي عملنا عليها هذه التجارب. سنشوفها وسأريكم النتيجة النهائية بعد ذلك. كما أنتم تشاهدون الآن أقوم بتجفيفها جيدا بواسطة المنشار. أقوم بتجفيفها جيدا بواسطة المنشار قبل تجفيفها بواسطة الشعر السشوار. اخترنا من الفيديو نهاية هذه التجربة. فعلا تجربة مفيدة جدا لما تستفيد عملنا منتوجات فاسدة. عدنا إليكم كما تشاهدون بعد تجفيف الشعر باستشوار. هكذا حصلنا على هذه النتيجة. في الحقيقة هو أن الشعر متقصف جدا. كان هناك تفاعل بين البودرة البيضاء الفاسدة مع الأوكسيدون 40 الفاسد، لكن تأثيره على الشعر هو أن هذه الخصلات نرى بأنه هناك تقصف للشعر والشعر احترق. تركنا هذا المنتوج على الشعر لساعة و15 دقيقة فقط. هذه هي النتيجة النهائية كما ترون. حدث تقصف وتلف وجفاف للشعر. الشعر لم يعد كما كان في أصله الطبيعي قبل أن نستعمل عليه هذه المنتوجات الفاسدة. هذه تجربة مفيدة ورائعة. لا تنسوا متابعتي والضغط على ذلك القلب، ولا تنسوا أن تتركوا لي تعليق إذا أعجبتكم هذه التجربة أم لا. معكم حمزة، وفي التصوير كان معي الوليد الذي أكن له كل الاحترام.